بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بنا رحلتنا النهاردة وإحنا بنزور أهل الجنة لمكان جميل في الدنيا، في النهر الجميل ده، في الشجر الرائع، الجبال اللي أنت مش شايف منها أي حاجة من رملها أو طينتها، كلها خضار. وصلت بنا الرحلة لوقت حاسين فيه بالهدوء والسكينة جدا، وإحنا في جنة من جنان الدنيا. فما ظنكم بما أعده رب العالمين جزاء لعباده الصالحين. مشهد في الجنة، الشمس طالعة جميلة ومنورة النهاردة. مشهد في الجنة إن وانت قاعد كده سيشرق عليك نور تظنه نور إقبال الله، فتقوم فرحان أنا هشوف ربنا دلوقتي، فتلاقيها مراتك في الجنة، الست الصالحة الطيبة اللي ربنا دخلها الجنة معاك، تقول لك لأ ده أنا بقى زوجتك، ده النور ده نور إقبالي عليك. يا نهار أبيض، إيه الجمال ده؟ ايه جمال النساء الصالحات اللي في الدنيا اللي دخلوا الجنة، اللي هيفتكر جوزها ان ده نور اقبال ربنا، وهي تقبل عليه عشان تسلم عليه وتقعد معاه وتضحك معاه. شيء في منتهى السعادة والراحة والفرحة والحب. انتوا تستحقوا تخشوا الجنة، انتوا حافظتوا على قلوب بعض في الدنيا. احنا النهاردة جايين نتكلم على انسان حياؤه غلب شهوته، فمرضيش ابدا يخرج شهوته ولا يمتع جسده إلا بالحلال، مع إن ربنا قال في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء. وطبعا جوه النساء مزين الميل للرجال، وده شيء مش محتاجين نستدل عليه، ده في تركيبة الرجال والنساء، تركيبة البشر. لكن يا رب هذه الزينة عشان نعيش قصة حب حلال، وعلشان نستمتع الاستمتاع الجسدي الحلال. نشكرك أصلا يا رب إنك أنت مدينا متعة في الدنيا، مع إن الجنة هي دار المتعة، لكن برضه تمتعوا في الدنيا، مش كمان هنعصيك ونزعلك. دي كانت نفسية الشخص العفيف. سيدنا محمد دايما كان يدعي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صاحبنا وأختنا العفيفة دايما فاكر الدعاء ده. يخش الجنة؟ يخش الجنة، ويخش الجنة مع أوائل الناس، لأن على قدر جهادك في الدنيا على قدر راحتك في الآخرة. يخش يلاقي النبي سيد أهل العفة. النبي كان عفيف في الحلم. سيدنا محمد بيقول مرة كما في البخاري إنه دخل الجنة في الرؤيا، يعني في الحلم، فشاف قصر سيدنا عمر بن الخطاب. قال فرأيت جارية لك، جارية من جواري سيدنا عمر. قال فذكرت غيرتك فوليت. سيدنا محمد بيعف بصره عن امرأة في الحلم. يا جماعة ايه ده؟ ايه قمة العفة اللي في الدنيا والآخرة والحلم كمان دي عليه الصلاة والسلام. فانت على يمينك او على يمينك انت كمان النبي سيد اهل العفة. طب وعلى شمالك مين؟ على شمالك اتنين، السيدة مريم الصديقة العفيفة اللي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. مفيش حد لمسني قبل كده، مفيش حد قرب مني قبل كده. الصديقة العفيفة أم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. كام بنت دلوقتي بتسمعني لمسها بشر؟ انت فاهم وانت فاهمة كويس قد ايه دلوقتي الحياة بقت منفتحة، وكأننا عايشين واحنا في بلادنا العربية والإسلامية في بلاد تانية مش بلادنا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في شيطان استهدف العفة. مش بس السيدة مريم، انت جنبك كمان سيدنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، اللي بيقول ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، تركت الزنا في الجاهلية تكرها، أنا ما عملش كده، وتركته في الإسلام تعففا، أنا ربنا ما يحبش مني كده. في الجاهلية ده فعل دنيء حتى لو ما كانش بيعبد ربنا، وفي الإسلام أنا ربنا ما يحبش كده، هحترم سمع ورؤية رب العالمين. يا أيها العفيف والعفيفة اللي حيائك غلب شهوتك، أنت فعلا ربنا بيحبك. لكن الإنسانة العفيفة اللي حيائها غلب شهوتها، والشخص العفيف اللي قدر يتغلب على شهوته بسبب احترامه لربنا وحياء من الله، ما دخلش الجنة بسهولة برحمة رب العالمين. طبعا كلنا نخش الجنة، لكنه قاوم شيطان الشهوة، الشيطان الراعي الرسمي للشهوة في العالم دلوقتي. الشيطان يا جماعة هو المخلوق اللي بيغذي الشهوة عند الشباب والبنات، والواقع والشريعة بتشهد بكده. الشيطان ليه هدف،
هدف كبير جدا جدا. الهدف ده هو صناعة مدمن للذة الجسدية. انت عارف اصلا يعني ايه شهواني؟ الشهواني هو الباحث عن اللذة الجسدية بالطريقة المتاحة. حسب ما اقدر همتع هذا الجسد بالطريقة المتاحة. وقلت لك الشيطان بيصنع هذا المدمن وده هدفه. وعايز اقول لك حاجة، اللذة الجسدية اولها لذة واخرها ذلة، كما قال الحكماء وكما قال اصحاب التجربة اللي جربوا وبعدين قالوا لنا يا جماعة اوعى تقع في شراك الشيطان بالطريقة دي. واقول لك دليل ان الشيطان الراعي الرسمي للذات الجسدية الحرام اللي في الدنيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرأة تخرج أو إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. عارف يعني إيه استشرفها الشيطان؟ يعني قعد يزين لها إن الناس كلها منبهرة بيها عشان يشجعها تظهر مفاتنها. عشان كده لو المرأة ضعيفة قدام الشيطان تستغرب هي ازاي لابسة كده؟ هو ازاي نازلة من بيتها باللبس الضيق كده؟ هو ازاي الحجاب بقى تايت للدرجة دي؟ هو ازاي اللبس بقى عاري للدرجة دي؟ في شيطان شغال بيقول لها شكلك أجمل بالطريقة دي. طيب قال صلى الله عليه وسلم بيخاطب الشباب والبنات، بس يمكن الشباب أكتر في الموضوع ده، قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ياه، شوف السهم يتضرب لما تبص على بنت نظرة مش كويسة ويبدأ سمه الشهوة تجري في جسدك عشان تطلب إنك تحصل على ما رأيته. رقم 3 قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الراعي أكيد مش قاعد معاهم بينصحهم، قاعد معاهم بيزينهم لبعض. شوف كمية اللي متصاحبين دلوقتي، بص على الكورنيش، بص في المولز، شوف كم واحد ماسك ايد بنت، كم واحد حاطط ايده على كتف بنت. بص على الحياة. انا بكلمك في الاوساط العادية، واطلع للاوساط الشياكة شوية المنفتحة اكتر، واطلع لشبابنا المسلمين اللي بيسافروا اوروبا وامريكا، وخش في المناطق الشعبية اللي بقى فيها الموضوع ده بزيادة قوي عن زمان. الشهوة بالطريقة المتاحة. ولو دخلنا اكتر مع بعض في الصراع الشيطاني لخطة إبليس الخبيثة، هتلاقي الشيطان بيستهدف رغبة عند الإنسان ويقول له وصل لها وحققها بطريقتي. أنا هقول لك بس لأن طريق ربنا صعب، لسه هتستنى الجواز وتحوش والشقة والمهر والشبكة. خليك معانا تكسب. الشيطان بيقول لك كده، لسه طريق ربك صعب ولسه مهر وشبكة وتحويش وجواز. انت فين والجواز فين وانت لسه في ثانوي ولا في جامعة او حتى بتشتغل؟ يا عم البنات موجودين وانت الشباب اللي بيدور على الحب موجودين كتير. الشيطان بيستهدف رغبة المتعة الجسدية، ودي رغبة موجودة عند البشر كلهم، ودي رغبة أباحها رب العالمين بل زينها علشان يسعد الإنسان في الجواز الحلال. ودايما الشيطان يبرر لك لما تلاقي نفسك بتدور على المتعة الجسدية بالطريقة الحرام، يقول لك الفتن أقوى منك. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مش شايف عاملين إزاي؟ وأنت هتعملي إيه؟ ما أنت بتبحثي عن قصة حب جميلة، والولد اللي أنت بتحبيه للأسف جريء شوية ومش بيديكي حب إلا لما بتسمحي له يقرب منك. هتعملي إيه؟ الفتن أقوى منك. فرغبة المتعة الجسدية المزينة دي اللي بيستهدفها الشيطان، ودايما يسكت الضمير إن الفتن أقوى مننا. حلو الحلال حلو الحلال حلو الحلال حلو الحلال. وصلنا يا جماعة لمرحلة مكاشفة النفس ومرحلة الصراحة. هل أنا مركب فيا فقط شهوة الجنس الآخر وده مش حاجة حرام، ولا أنا شهواني؟ سواء اللي بيسمعني ولد أو بنت، يعني باحث عن المتعة الجسدية بالوسائل المتاحة. هقول لك على علامات أثبتها علم النفس وأثبتتها الشريعة الشريفة، بتقول إن الشخص ده مش مجرد إنسان ربنا ركب فيه فقط، وإحنا كلنا مركب فينا الميل للجنس الآخر، ده حد باحث عن المتعة الجسدية. رقم 1 الشهواني مطلق البصر. رقم 2 الشهواني المتحرش. رقم 3 الشهواني الحبيب. الشهواني مطلق البصر، وانت كل الشباب اللي بيسمعوني والبنات والكبار والصغيرين برضو يعني ركز معايا في الحتة دي. جماعة العلماء قالوا ان ربنا خلق وسائل للمتعة الجسدية للإنسان، منها العين. العين وسيلة للمتعة الجسدية. العين يا جماعة ربنا سماها في الشريعة الحبيبة. ليه؟ لأنك بتحب بيها الدنيا، بتشوف بيها جمال الدنيا، وبتبعت رسائل العين للقلب. لو المنظر جميل إن القلب يستمتع، لو المنظر قبيح إن القلب يخاف، لو المنظر محزن القلب يحزن. إذن العين بتبعت إشارات للقلب. فأنت النهاردة لما تبص بعينيك على منظر يثير شهوتك بتبعت رسالة للقلب اللي هو ملك الجسد إن في حاجة أنا بشتهيها، فالقلب يتعلق بيها ويشتهيها أكتر. عشان كده الشخص
اللي الوسيله المتاحه دلوقتي مش قادر يرتكب الفاحشه الزنا، مش قادر يلمس بنت. ايه المتاح دلوقتي؟ المتاح ابص، امتع جسدي عن طريق الرؤيه. المولات، اتمشى في المولات واتفرج. والمولات دلوقتي عشان مقفوله فبنات كتير ممكن يبقى لبسهم مش مناسب جوه المولات، وبره المولات بيبقى متغير، بيبقى احسن شويه. اروح على الشواطئ، اتفرج على الافلام الانكت، الافلام الاباحيه، السايتس الاباحيه. مش هنسى ابدا الولد اللي اتفضح لما اشترك على جروب على الفيسبوك فيه صور اباحيه. ما خدش باله ان الجروب ده لما تشترك عليه يبعت لكل اصحابك اللي معاك على الصفحه بتاعتك انفيتيشن، دعوه باسمك انك بتدعوهم للجروب ده. واتبعتت الانفيتيشن لابوه اللي كان على الفيسبوك، والحما اخوه اللي كان على الفيسبوك، وقرايبه كلهم عرفوا انه هو مشترك على بتاع الصور الاباحيه ده. حاجه خطر جدا جدا. لكن ربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أهل العلم، ابن عباس بيقول خائنة الأعين الرجل تمر أمامه المرأة فينظر إليها دون أن يراه الخلق، فإذا علموا دار بصره. يعني أنا البنت معدية ببص لها كده بطرف عينيها، محدش واخد باله. أول ما ياخدوا بالهم أو ما أنا يعني إيه مش يعني ببص على حاجة تانية. أول ما يسيبوني، بس بخاف من الناس أكتر من ربنا، ابص عليها تاني. خائنه، خاين العين، خائنه، خائنه الاعين. ست كانت بتشتكي من جوزها، بتقول كل ما يجي منظر قليل الادب في التلفزيون جوزي ما يقلبش. اقول له اقلب، العيال قاعده عيب. يقول لي مش مشكله، خلينا نشوف الدنيا الناس بتعمل ايه في الدنيا. فالشهواني مطلق البصر. اخبار عينيك ايه؟ تشكر عينيك ولا لا؟ يا ترى ربنا بيشوف عينيك بتبص على ايه؟ اخبار ميزانك يوم القيامه وميزانك انت ايه؟ كم نظره حصلت من ساعه ما بلغت سن البلوغ، سن الحساب، المسلم البالغ العاقل. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويقبل توبتنا. يبقى الشهواني مطلق البصر. 2، الشهواني المتحرش. الشهواني المتحرش هو اللي عنده مساحة أكتر مع البنات إنه يتحرش تحرش لفظي. يقول لها مثلا أنت خسيتي النهاردة قوي، شكلك زي القمر النهاردة، أنت مش عارف البنطلون بتاعك إيه. أهو بيرمي أي كلمة يمكن السنارة تغمز. أهو بيقول لها حاجة. الأبوخ يعني الأوحش إن البنت تقول له ميرسي قوي على ذوقك، أو بنت تقول له واحد أنت شكلك مثير جدا، أو شكلك النهاردة. إيه يا جماعة اللي بيحصل في الشركات ده؟ وإيه اللي بنسمعه ده؟ وإزاي بنت تبقى عندها الجرأة دي أصلا؟ خد بالك دي متعة جسدية، أنت مش حاسس إنك بتمتع نفسك، لا أنت حاسس، بس عمال أسكت ضميري وعمالين نقرب من بعض بطريقة مش حلوة. قال رب العالمين بيكلم الستات، بيقول لهم في رجالة مريضة، فلو سمحتي بلاش دلع في الكلام. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اتكلمي بمنتهى، خليك ستريت، اتكلمي كلام على القد، عشان في ناس مريضة شهواني هيطمع فيكي، لأنه بيرميلك مستني بس منك تقولي له ميرسي لما بيقولك انت خسيتي وشكلك حلو النهاردة. ده اسمه الشهواني المتحرش. يبقى صاحبنا الأخير أو صاحبتنا الأخيرة، كلام للولاد والبنات يا جماعة. الشهواني الحبيب هو الشخص اللي بيرضي شهوته الجسدية تحت ستار قصة الحب. تحت ستار دي صاحبتي وبحبها وهتجوزها. عايز أقول لك على معلومة، الحب ليه قوانين يا جماعة، مش هنألف. اللي بيحب حد بيخاف عليه، لكن صاحبنا أو صاحبتنا عمال يدور علشان يصاحب. بس غريب قوي، انت يومين 3 ومسكت ايديها وهي سمحت لك، ويومين 3 والعلاقة غوطت أكتر. هو أنت بتحبها؟ انت لو صادق، وانا اسف واقبلها مني، انت مش صادق. اللي بيحب بيراعي، مش بيأذي ابدا. بتأذي منظرها قدام الناس، وبتأذي منظرها قدام نفسها، وبتأذي منظرها قدام ملك الملوك وقدام سيدنا محمد الذي تعرض عليه الأعمال عليه الصلاة والسلام، فيحزن للسيئة ويفرح للحسنة صلى الله عليه وسلم. هي بتقول غصب عني هو جريء شوية، وبعدين هو مش بيدي الحب اللي أنا بدور عليه والحنان إلا لما بسمح له يقرب مني. وهو الأستاذ جريء وحاسس إن المجتمع بقى يقبل حاجة زي كده، وحاسس إن هو بقى توب لما أكبر، فبيداري على شهوته الجسدية. قال يعني بحبها وهتجوزها. لو أنت صادق كنت خفت عليها. الشهواني مطلق البصر، الشهواني المتحرش، الشهواني الحبيب. ولو قدر الشيطان يخليك تضعف قدام النظرة وتعاكس وتتحرش وتحب وتلمس، والكلام للولد والبنت،
هيعيشك عيشة نكد جدا حتى لو ظاهرها فيها متعة جسدية. والواقع والشريعة والتاريخ والخبرة والتجربة، الكل عارف أنا بقول إيه كويس. 3 حاجات هي حصاد الشهواني. رقم 1 استعباد الشهوة، يصبح عبد للشهوة. رقم 2 الحجاب عن الله، يبقى محجوب عن ربنا. رقم 3 ذل الآخرة. 1 استعباد الشهوة. جماعة اللذة الجسدية بيقولوا أن الشهوة إله لا يرحم. إله ما بيرضاش بأقل حاجة، لازم دايما يطلب منك الزيادة. بصيت عايز تلمس، لمست عايز تكمل، كملت عايز تكرر. شهوة إله ما بيشبعش. والعلماء بيقولوا، أصحاب الخبرة يقولون أن صاحب رق الشهوة أذل من رق الإنسان. رق يعني عبد، عبد الشهوة أذل من عبد البشر. ولو أنا قررت أعطي قلبي للشهوة، ربنا سبحانه وتعالى غيور لا يحب الشرك، ما يحبش القلب المشرك. وما أقصدش مشرك يعني خارج الملة، لكنه قدم حب ولذة على لذة معرفة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد انخلع منه الإيمان كما تخلع قميصك. كأن سيدنا محمد بيشبه المتجرد من الثياب للشهوة كالمتجرد من الإيمان. وقال الله: يا داود إن عبدا عقله معلق بالشهوة قلبه محجوب عني. يحجب ربنا قلب كل إنسان متعلق بالشهوة. ليس التعلق بتاع التركيب الإنساني الطبيعي، إنما تعلق الشهواني الباحث عن لذة الجسد بالمتعة الحرام المباحة. وأسألك سؤال: أي بنت في ولد بيقرب منها بانتظام بطريقة مش كويسة، أو أي ولد بيتفرج على حاجات إباحية، أخبار خشوعك في الصلاة إيه؟ أخبار خضوعك بين يدي الله إيه؟ أخبار إحساسك برسائل ربنا إيه؟ دي جنة الدنيا إنك تحس بربنا. أخبار إحساسك إيه إن ربنا قريب منك وعالم بحالك؟ أخبار الإحساس ده إيه؟ أخبار مرة الواحد ذكر ربنا كده في عينه دمعت لما حس بنعمة كبيرة. إيه الأخبار يا جماعة؟ محجوب، محجوب عن الله، ضيق الصدر، عايش في سجن بسبب إطلاقه لشهوته الجسدية. أما الآخرة، أنا آسف، أشد عذابا وأبقى. كل إنسان جري ورا شهوته المتاحة، من نظرة ما شكرش نعمة العين، من لمسة عود بنت على لمسة الولد فبقت هي اللي بتطلب بعد كده. للأسف الشديد كل ما يجي في بالي أشوف قدامي حد جريء ببقى عايز أقول له: خد بالك، أنت بتعودها، وأنت بتعوديه على لذة معينة، أنت بتخلي إنسان يخسر ربه وقلبه. وكل إنسان اعتاد الزنا دون التوبة. سيدنا محمد كما في صحيح البخاري طاف في الرؤية، ورؤيا الأنبياء حق، طاف على نعيم وعذاب القبر، فأتى على أقوام يأتيهم اللهب في قبورهم من تحتهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا صرخوا. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني، اللي مصر إنه يعيش ويرتكب الفاحشة من غير ما يتوب. حلو الحلال، حلو الحلال، حلو الحلال، حلو الحلال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الكلام الحرام والفاحشة وبذاءة اللسان والغيبة والنميمة والزنا وإرضاء شهوة الجسد. وقال رب العالمين متحدث عن أصحاب الشهوات، عن مشهدهم يوم القيامة، شيء كله خزي وندم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، بيتزق على النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، الكلام الشهواني اللي كان بيسمعه، وأبصارهم، كمية الحاجات اللي شافها عينه هتشهد عليها. العين كانت مأذية لكنها مسخرة للإنسان، تشهد يوم القيامة، يوم ربنا يفك هذا التسخير وتبقى ضدك أو معاك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم اللي اتمتعت بما كانوا يعملون. بص المشهد ده: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه هتدخلونا النار؟ مش انت حتة من جسمي ومتعتك؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم، ده كلام الجلد، وما كنتم تستترون
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ندم على إنسان متع جسده شهد عليه أمام رب العالمين واتبرى منه. بأوصي نفسي وإياكم بالعفة، فالعفيف من أهل سيب الجنة. الحرام وابعدنا عنه، أصل الحلال حلو الحلال. وصلنا مع بعض لخطوات التعافي والوقاية، وكأني بكلم نفسي وبكلم كل إنسان معرض إنه يفتتن ويصبح شهواني. الشيطان شغال ومركز قوي وعارف إن شهوة الجنس الآخر هي أقوى ما يؤثر به على الإنسان، على علاقته بربنا وعلى ضياعه في الآخرة وعلى سكينة قلبه في الدنيا. 3 خطوات. الخطوة الأولانية مبدأ هتعيش بيه، ودعاء هتدعي بيه مستمر دايما، وخطوة هتاخديها علشان كل واحد فينا يقدر يتخلص من شهوانيته. رقم 1 المبدأ. افتكر المبدأ ده كويس. كل ما تضعف الشهواني متجرد من الإيمان محجوب عن الرحمن. كل لمسة حرام ونظرة حرام وكلمة قليلة الأدب، كل واحدة من دي تتجرد من الإيمان، بترمي الإيمان في الأرض اللي من أجله خلقت السماوات والأرض. الشهواني متجرد من الإيمان محجوب عن الرحمن. وادعي كتير بالدعوة دي. من صيدلية الذكر نستعير دعوة نستشفي بها قلوبنا وصدورنا. إلهي سجنتني شهوتي وضعفت قوتي فأعني عليها وملكني زمام أمري. قل له كده، قل له أنا اتسجنت بحثا عن الشهوة، مسجون جوه شهوتي مش عارف أطلع منها، نجيني وخلصني من شيطان الشهوة. سجنتني شهوتي وضعفت قوتي فأعني عليها وملكني زمام أمري. أما الخطوة هي اهرب واهربي من مواطن الشهوات والمثيرات. اهرب من كل مكان ما تعرفش تغض فيه بصرك، انت مستمتع، اهرب من المتعة دي بتطرد حب ربنا. اهربي من كل ولد بيلمح لك انه بيحبك بس انتوا لسه صغيرين ما ينفعش تتجوزوا. اهربي. ربنا بيغير على قلب العبد، ما يحبش العبد يحب حب حرام. ربنا ما بيحبش الحب الحرام وبيبارك في الحب الحلال ويدي عليه ثواب، بل هو أحد أكبر أسباب دخول الجنة. خيركم على الإطلاق خيركم لأهله. والست اللي صالحة مع جوزها تبقى مع أبو بكر الصديق، تخش الجنة من أي الأبواب شاءت كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الحب الحرام فربنا ما بيحبوش. اهرب من كل موقع حرام، اهرب من كل صفحة فيسبوك عليها صور إباحية، اهرب. وصلنا مع بعض في رحلتنا لمقام في الجنة عظيم جدا، لإنسان قرر وهي قررت واستعانت بالله مش هبيع ربنا، مش هبيع حب ربنا. آسف، أنا هشتري حب ربنا لأن ربنا اشتراني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا مش هبيع، عمري ما بيع حبك أبدا يا إلهي ولا سيدنا محمد بحب حرام ولذة جسدية كلها ذلة بعد كده. والجواز مستنينا كلنا وكل شيء نصيبه يوصل لك، اللي من نصيبك هيصيبك. الشخص العفيف استحى من الله إن أنا بقى بنظر للحرام وربنا بينظر لي. ربنا يشوفني وأنا ببص على حاجة ما بيحبهاش. أنا نفسي لما ربنا يشوفني يفرح، مش يشوفني بعمل حاجة بتتهز ليها السماوات والأرض وأنا بلمس لمسة حرام ربنا ما يحلهاش. الشخص العفيف عارف إن النبي قال عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله أن يعينهم. أولهم الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمقترض يريد الأداء. استلف عايز يرجع ربنا بيعينه، بيجاهد ربنا بيعينه. واحد بيشتغل عشان يتجوز، الناكح يريد العفاف، ربنا معاك هيعينك سبحانه وتعالى. فالصالحات البنات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الشخص العفيف عفيف النظرات، عفيف المواضيع، تكلمش في كلام قليل الأدب مع بنت ولا هي جريئة في الكلام بتاعها سواء كلام أو كتابة على الفيسبوك. عفيف المواضيع، واثق إن ربنا بيساعد العفيف. قال أبو سليمان الداراني: من ترك الشهوة لله كفاه الله مؤنتها. عارف معنى الكلام ده يعني إيه؟ يعني ربنا يصرف الشهوة الزائدة عن قلبك اللي مخلياك عبد أو مخلياكي عبد لهذه الشهوة. لو قلت يا رب عفني، ومن يستعف يعفه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، كما قال رب العالمين في القرآن. فتفاجأ يوم القيامة يا نهار أبيض على جنة العفيف.
ما احكيلكش على وقفة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يتحدثون في الظل، واقفين بيدردشوا مع بعض، والناس في الحساب. وما احكيلكش بقى على جنة العفيف وآخرة العفيف والعفيفة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يتحدثون في الظل آمنين والناس في القيامة: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يده إلى الحرام، الفلوس الحرام، ورجل كف بصره عن محارم الله. يا سلام، رجل أو امرأة، إنسان عفيف قاعد في ظل عرش ربنا بيدردش مع الناس والناس تحاسب وانت في الأمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تمس أعينهم النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعينا بكت من خشية الله، وعينا لم تنظر إلى محارم الله. مبروك لكل إنسان عفيف. وأنا عارف إنك حافظ إن في ظل عرش الرحمن من السبعة اللي في الظل: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أنا آسف، أنا إنسان عفيف. واحد دعاها إن هي ترتكب الفاحشة وهو عنده الحب والحنان اللي هي بتدور عليه في الدنيا، قالت له: أنا أسفة، حتى لو أنت كنت إنسان صاحب جمال وصاحب منصب وصاحب فلوس وصاحب حب، إني أخاف الله. مبروك، مبروك يا كل إنسان وكل إنسانة عفيفة. يا رب نبقى زيكم. تنسوش يا جماعة بعد كل حلقة تخشوا على الموقع وتتابعوا معانا الأنشطة اللي دايما في الموقع بنعملها، واكتشف شخصيتك واختبر شخصيتك، وهتلاقي الدعاء اللي كاتبينه وهتلاقي الذكر اللي كاتبينه، تلاقي المبدأ اللي هنعيش بيه، علشان احنا عاملين لكم يا جماعة متابعات دايما على الإنترنت بعد كل حلقة عشان كل المعلومات تثبت لو عايز تطبع حاجة وتخليها قدامك. يا أيها العفيف، يا رب نكون معاك من أهل الجنة.